انا مش فاهمه هو في ايه. هو ازاي كده مفيش اي نشاط خالص؟ دول مش حاسين خالص ان خلاص الصباح رباح وخلاص الشمس طلعت. هو انا مش فاهمه ليه محدش صحى دلوقتي. انا اعرف دايما الولاد من الدراسه واللي بيحصل وان هما بيصحوا بدري بيتعودوا على الصحيان من اول، يعني بيحسوا كده ان الساعه وصلت 5 6 بيكونوا متعودين على وقت كده معين ان ده وقت الصحيان. لكن ولادي عمرهم ما يتعودوا. انا مش فاهمه بصراحه يعني يتعودوا امتى على ان هما يصحوا بدري. انا مش فاهمه. اصلا السيلة دايما هي اللي بتصحى وبتكون نازلة، وساعات لما بتقعد فوق برضه بتكون صاحية، ومش عشان خاطر هي مش عايزة تنزل ولا عايزة تنام او انها صاحية مثلا غصب عنها، لا عشان الجو ساقع هنا، وعشان خاطر هنا في تلج بقى مطرح خلاص بقى بقينا في الشتاء، فبتحب تقعد تتدفى فوق، عكس سيلين اللي دايما نايمة في السرير. معرفش امتى تكبر بقى وتتعود على مواعيد الدراسة وانها تصحى بدري. مفيش اي مساعدة خالص. وانا ليه صحيت؟ ليه ما كملتش نوم؟ لا خلاص مش حاسه ان انا لسه عايزه انام. خليني اشوف سيلة فين كده وانزل. انا عايزه افطر، عايزه بيض. خليني انزل. صباح الخير يا سيلة، عاملة ايه؟ بقولك انتي صاحية ليه دلوقتي؟ ليه ما كنتش نايمة؟ عشان انا نشيطة ومش زيك كسلانة ونايمانة. انا لازم اصحى من بدري، وبعدين ما احنا كل يوم بنروح المدرسة. خلاص اتعودت ان ده يعني خلاص اتعودت ان الساعة كذا خلاص ده الوقت المفروض اصحى فيه. بقيت خلاص حافظة، يعني بقيت بحس كده خلاص هو ده وقت الصحيان. انتي بقى اللي قاعدة دايما ولا حاسة بالدنيا، نايمة في السرير. انا مش فاهمة امتى تتعودي على مواعيد المدرسة؟ ايه بعد ما تتخرجي ولا امتى؟ انا مش فاهمة. لا طبعا مش كده، انا بس عشان النهارده اجازه حابه استريح، ودايما انا بصحى بدري كل يوم، وانا رايحه المدرسه بتكون شنطتي متجهزه وكل حاجه تمام. ما جتش على يوم الاجازه اللي يعني عشان ما صحيتش فيه بدري تقعدوا تزعقولي. انا مش فاهمه، حتى يوم الاجازه المفروض اصحى بدري. الله، مش المفروض انام؟ ايه ده؟ ما شفتيش ماما فين؟ وانتي برأيك هتكون فين؟ طبعا نزلت تحت بعد ما صحيت عشان تعمل لنا فطار، ولا تقعد في الانتريه، ولا ما اعرفش بتعمل ايه. بس هي اكيد نزلت، يعني ما تنزليش تشوفيها تحت في الاوضه. ولا هتسألي على بابا، فبابا النهارده في الشغل، لما يبقى يجي لو عندك اي اسئله اي حاجه ممكن تبقي تقولي له. انا كل اللي عرفته امبارح بعد ما حضرتك نمتي نعسانه ما اعرفش فيه ايه. طيب انا نازله لها. على العموم عايزة حاجة عشان انا ممكن ماما تقولي طلبات اعملها ولا تصدقي هطلعلك بعدين عشان البس. ماشي لو ماما فيها اي حاجة هبقولك، عشان لو في حاجة ممكن انتي تعمليها. طيب هتلاقيها تحت في اي حتة. ممكن هتلاقيها في السفرة بتظبط حاجة، في المطبخ بتعمل الفطار، او ممكن في الصالون قاعدة، ويمكن تلاقيها مثلا برا في الجنينة، يمكن نزلت، يمكن اي حاجة، بس هي اكيد مش في اوضتها، انا عارفة. طيب لما اروح اشوف كده ماما فين في المطبخ. صباح الخير يا ماما، عاملة ايه؟ بتعملي الفطار ولا ايه؟ شايفاكي ماسكة الطاسة والبتاع دي، بتعملي الفطار ولا ايه؟ صباح النور. بعمل الفطار. ولا انت شايفة ايه؟ انا لسه هجهزه وكنت مستنية حضرتك تصحي. بقولك ايه، انا اصلا محتاجة حاجات علشان الفطار، وانتي زي ما انتي عارفة انا يعني محتاجة حاجات كده من السوبر ماركت، وانا قايلالك بقالي اسبوع ولا حتى فكرتي تنزلي. عملتلك لستة الطلبات عشان عارفاكي مسطولة هتروحي هناك هتنسي كنت المفروض تجيبي ايه. هتاخدي معاكي الليستة وتركبي بقى العربية تاكس وتروحي مشي معرفش
تجيبي لي الحاجات من السوبر ماركت، وعايزاكي بعد كده تتعودي على الصحيان بدري، مش هيجي كل يوم عشان اصحيكي ولا استناكي لما تيجي الساعه 12 واحده عشان تفكري انك تصحي. ايه ده؟ انت ازاي ما تعودتيش تصحي على مواعيد المدرسه زي ما سينا بتصحي؟ هو في ايه النهارده انت يا سينا يا مامي قاعدين على مواعيد المدرسة لازم تصحي وانت متصحيش بدري ليه؟ هو مفيش نشاط كسل في ايه؟ عادي يعني يوم الاجازة المفروض اعمل اللي انا عايزاه، يعني احتراما يعني لرأيكم، بس برضو يعني ده يوم اجازة المفروض اعيش حياتي، يعني اصحى وقت ما انا عايزة، انام وقت ما انا عايزة، اعمل كل حاجة زي ما انا عايزة، ما هو يوم اجازة مش يوم مدرسة. طيب على العموم الطلبات هتلاقيها على السفرة، تاخديها ويا ريت تنزلي النهارده تجيبي لي ادوات عشان خاطر انا محتاجه جدا الحاجات دي عشان اطبخ بيها النهارده الغدا والفطار. زي ما انت شايفه كده هتلاقي في الليسته كل الطلبات، بس انا نسيت اكتب بيض، فمعلش يا ريت تجيبي بيض مع الحاجات. حاضر هحاول ما انساهوش، هروح اكتبه برضه في الليسته. طيب هروح اجيبه. مامي قالت الليسته السفرة، اعتقد هي دي. خليني اشوف كده، خليني اقرا. خضروات، لبن، زيت زيتون، كيسين رز، كيسين مكرونة. طيب خلاص يعني طلبات كتير يعني. مش هطلع كده عشان البس واروح اجيبهم بقى كده على السريع عشان ارجع اكمل اشوف اللي انا عايزاه. كمان بقى عايزه بس كده على حاجات كتير قوي، ويمكن برضو يعني اكلم بابي، اعمل حاجات على التاب، اظبط رسمه، او انام برضو شويه، مش ورايا حاجات كتير قوي اعملها، فخليني اطلع اجيب الحاجات دلوقتي. هحط المخدة هنا وخليني كده اجهز السريع عشان انزل. اوكي خليني اشوف كده هلبس ايه من الدولاب. هلبس الطقم ده حلو قوي اهو، بس بيرفكتو. دلوقتي هاخد الليستة وهنزل عشان اجيب كل الحاجات دي من السوبر ماركت. يا رب بس ما اتاخرش عشان بجد جعانه جدا ونفسي كده نخلص بسرعه. هروح بقى عشان اجيب الحاجات دي بسرعه. انا عارفه ان بجد لو ركبت تاكسي يكون انجز واريح لرجلي، بس بجد التاكسي بقى غالي جدا ومعرفش بصراحه هياخد كام، وانا مش عامله حسابي ان انا اخد تاكسي، اخد فلوس للتاكسي، انا بس اخده معايا فلوس للحاجات اللي انا هشتريها، هو اصلا هياخد فلوس على الفاضي يعني كتير قوي، فانا هتمشيها وخلاص. وصلت اخيرا. خليني اخد كده العربية دي عشان احط فيها بس كده. اول حاجة ماما كانت عايزاها، اعتقد ماما كانت عايزة كيسين رز، كانت عايزة كيسين مكرونة. هاخد لنا كورن فليكس مع انها ما قالتليش، بس انا عايزة كورن فليكس. زيت زيتون وزيت عادي. ايه ده؟ كانت عايزة لبن. المفروض الألبان كانت بتكون هناك، بس واضح ده كده لبن عليه خصم كده، او شكله كده لبن مميز وكده، شكله يعني جديد كده يعني فريش طازة كده، فهاخده. بيض، اكيد ماما عايزة بيض، يعني كانت قايلة لي اصلا اجيب بيض وما نساوش. ناخد بقى طماطم وبطاطس، خيار، فواكه، موز يعني، خد تفاح، هناخد اناناس برضو، خد خس، خد جزر، بروكلي، ممكن اخد برضو عنب، فراولة، بس كده. بتنجان اهم حاجة عشان تعمل لنا بابا غنوج جنب السمك. ايه تاني؟ اعتقد ماما عايزة توست عشان خاطر بقى الفطار وكده. اخد العيش الطويل ده، مش حاسة له لازمة، خلاص مش لازم. برضو حاجات دي مش محتاجة. تمام.
ماما كانت عايزة سمك عشان تعمله لنا جنب تعمله لنا جنب البتنجان بقى وكده. ممكن اخد كمان جمبري. هاخد كمان برضو، هاخد 2 لحمة، واخد 2 فراخ. ماشي كويس اوي. هاخد عسل عشان اكيد ماما عايزة عسل تعمل لنا بيه بقى كنافة حاجات كده. اهو ايوه ده اللبن اللي هو المعلب وكده، بس انا جبت لها ازازات فيبدو كده انها طازة وكده فمش لازم. هاخد حليب بالشوكولات لينا. هاخد جبنة. ايه ده مفيش جبنة بيضة؟ يا خسارة ده مفيش جبنة بيضة. يا ربي اقول ايه لماما؟ خلاص هقولها ما كانش فيه جبنة بيضة بقى في السوبر ماركت. هي اكيد فاهمة. مش مشكلة، هاخد بقية الحاجات وخلاص. هاخد زبدة. اعتقد ماما ممكن تعوزها عشان لو تعمل كنافة بتاع مش عارفة. هاخد كمان، هاخد برضو كمان زبادي. احس كده كده كفاية اوي يعني، بس كده. ممكن اخد سكر. بس كده. يا الله، ولغاية امتى الست اللي قدامي دي هتفضل تحاسب؟ يا ربي. طيب خلاص كده تمام، انا حسبت كل الحاجات اللي معاكي. هتروحي بس اللي هناك ده هديكي اكياس عشان الاكياس اللي عندي خلصت. روحي معلش حضرتك هبي من هناك. خلاص ماشي يا حبيبي، انا رايحة اهو. اخيرا. خلاص تمام، اتفضلي الفلوس اهي. تمام، شكرا لزيارة حضرتك السوبر ماركت بتاعنا. ماشي العفو. ايوه بجد انا نفسي لو نروح المدينة التلجية. انا قلت لبابا كذا مرة وقال لي ان هو بيفكر. اصلها بجد مدينة تحفة، سكاي ليفت وحاجات خطيرة، مدينة جديدة يعني حاجات جديدة كتير حلوة. بجد نفسي بابا يوافق ان انا اروح المدينة التلجية دي، بجد حلوة اوي. نفسي لو بابا يوافق. ايه ده؟ المدينة التلجية اللي بيقولوا عليها دي شكلها حلو اوي. انا بسأل كده سيلة عليها يمكن تعرف. ادخل بقى كده دلوقتي. انا خلاص جيت اهو، جبت معايا كل الحاجات اهو يا ماما. بصي خلاص انا جبت كل حاجة انتي طلبتيها مني. طيب تسلمي، حطيهم هنا على في الصينية دي، يعني حطي كده الحاجات دي هنا عشان اخد منها بقى حاجات الفطار وكده. طيب ماشي اهي، ادي الحاجات دي كلها في الاكياس دي عبيتها. شوفي بقى انت محتاجة ايه خديه من الاكياس. تمام ماشي، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. العفو. انا بس دلوقتي هطلع عشان محتاجة اغير لبسي كده وهعمل حاجات وكده. خلاص باي باي. تمام يا حبيبتي. انا بجد متشوقة اوي اسمع مسلمين على المدينة التلجية دي، عايزة اعرف ايه حوارها. بيقولوا سكاي ليفت وحاجات حلوة اوي، كنت عايزة اعرف كل حاجة. انا جيت سيلا، انا جيت. ماشي يا سيلين ادخلي انا جوه. طيب ماشي، هلبس البيجامة واجيلك. مش عايزة السماعة. انت لسه قاعدة هنا من ساعة ما نزلت يا سيلا؟ اصلي سقعانة اوي بجد يا سلين. في ايه؟ شكلك كده محضرة السؤال كده ولا حاجة؟ اصلك مستحيل تدخلي كده وتقولي فينك يا سيلا. دايما مش بتعبريني وتدخلي تترمي على السرير تدوري على التليفون او تذاكري اي حاجة، ما بتسأليش عليا. غريبة، عندك سؤال كده ولا ايه؟ ايه ده يا قروبة، عرفتي منين؟ بصي انا عندي سؤال. انا كده وانا ماشية جاية كده في الطريق معايا الحاجات وكده اللي ماما طلبتها من السوق، سمعت الناس بتتكلم عن مدينة تلجية وسكاي ليفت وأكلات جديدة وأكواخ، حاجات اللي هو عارفة جو فروزن بقى وكده، ومدينة تلجية وجبال بقى وكده. هو ايه الحوار؟ تعرفي حاجة عن الموضوع ده؟
ايوه طبعا، شكلك كده ما سمعتيش. ده في مدينة جديدة تلجية، والمدينة دي كلها حاجات ممتعة جدا، وكمان بيحصل فيها كل اسبوع تحديثات واماكن جديدة وحاجات تحفة جدا. ولغاية دلوقتي مفتوح فيها تلفريك كبير قوي، سكاي ليفت وجو تحفة، وكمان مطاعم بسيطة كده جميلة قوي، وكمان موجود فيها اكواخ علشان خاطر يعني لو في حد كده جاي مثلا حابب يقعد في المدينة دي يقدر يقعد في الأكواخ دي. وكمان في ايه تاني، وبصي هتلاقي كمان موجود حاجات حلوة قوي. يعني هتلاقي كده في جبال كده تلجية نقدر نزحلق من عليها، ومحلات سكيت وشوارع وحاجات خطيرة، والتحديثات الجديدة اللي يعني ممكن انها تتعمل مكان سبا جديد. ويعني في إشاعة برضو بتقول إن ممكن يفتح مكان للهدوم الشتوية، أو مش عارفين لسه برضو. فبجد حاجات خطيرة جدا ونفسي أسافرها، بس بصراحة هي المسافة كبيرة جدا، بس بجد المكان تحفة. ايوه ده شكله حاجه حلوه قوي. خلاص لما بابا يجي هنبقى نقول له ان احنا عايزين نسافر المدينه دي، وهنشوف ايه اللي هيقوله. خلاص موافقه يا ستيلا؟ عشان اول ما يجي نقول له بابا احنا عايزين نقول لك على حاجه، ونحكي له على المدينه الثلجيه دي وكده، ونشوف يا ترى ممكن يوافق ولا ايه. وممكن نسافر على فكره بالعربيه وشنط سفرنا وكده، يعني كده كل حاجه جاهزه. ايوه بجد لما يجي عايزين نبقى نقول له. على العموم دلوقتي هتعملي ايه؟ انا جبت لمامي الحاجات من السوق وكده، او السوبر ماركت بمعنى اصح، وهي قالت لي انها هتحضر الفطار. بعد شويه ممكن تنادينا تقول لنا يلا عشان خاطر نعمل بقى ناكل بقى الفطار وكده، وبعد كده ما اعرفش بقى ايه اللي ممكن هيحصل. طيب خلاص تمام مفيش مشكله. يلا يا ولاد عشان خاطر ناكل ونفطر كده. يلا انتوا ما نزلتوش ليه؟ ما سألتوش ليه على الفطار؟ يلا عشان خاطر نفطر. ماشي يا ماما احنا جايين اهو. يلا يا سيلا عشان خاطر نفطر بقى، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم، انا جيت يا ولاد، وحشتوني قوي. عاملين ايه؟ بابا وحشتنا قوي. عامل ايه يا بابا؟ بجد وحشتنا قوي حبة دولة. وانتي اكتر يا حبيبتي. عامله ايه يا سيرين؟ قاعده بتذاكري انتي ولا ايه الكتاب ده؟ لا يا بابي مش تبع المذاكرة بعدين. انا دلوقتي بس قاعدة بقرا كتاب اتسلى فيه لحد ما انت تيجي بقى، عشان خاطر يعني ممكن ننزل نتغدى برا. خلاص طيب ماشي مفيش مشكله. طيب كده شويه وننزل يعني. طيب بقولك ايه يا بابي، احنا عايزين نتكلم معاك كده انا وستيلا في حاجة. يا ماما اصلا دلوقتي هتطلع عارفة هنجيب ايه اكل واسمه ده يعني هتطلع كده ممكن تتجهز على بال ما احنا نقول لحضرتك على حاجة. خلاص يا سيف انا طالعة اهو، اقعد مع سليم وسيلة شوفوا هما عايزين ايه. انا هطلع كده هتجهز بقى كده لحد ما تشوفوا هما عايزين ايه. تمام قولولي بقى عايزين ايه؟ اكيد طلبات، بس عيوني ليكوا يعني، اي حاجه تفرحكم تفرحني. عايزين ايه؟ بص يا بابي احنا بجد نفسنا ان احنا نروح المدينة التلجية الجديدة اللي فتحت. بجد مدينة حلوة قوي ومليانة حاجات جميلة قوي، تلفريك وحاجات خطيرة قوي. فاحنا بجد نفسنا لو نروحها، فبليز ينفع نروح؟ فيها حاجات خطيرة جدا، واحنا ممكن نسافر بالحاجات اللي معانا، وهناك في كمان هدوم وحاجات وبيتعاملوا بالجنيه برضه، يعني مش حاجة كده يعني بره اللي هو بيتعاملوا بالدولار بيتكلموا انجلش، لا خالص دول زينا عادي. ومدينة حلوة جدا وفيها حاجات جميلة قوي، حتى اسأل سيرين. ايوه بجد يا بابي بجد المدينة حلوة جدا، وانا شفت لها كده صور حتى نصور فيها هناك، وكان فيها حاجات حلوة جدا تلفريك زي ما سيلا قالت، وكان في اكواخ نقدر نقعد فيها فترة وحاجات حلوة قوي. فينفع نسافر بليز حتى لو الاسبوع الجاي، لو اي وقت تاني، ان شاء الله الشهر الجاي، بس بجد نفسنا نسافر ونشوفها. قلتيلي
واضح بجد انكم متحمسين وحمستوني قوي. انا من زمان جدا كان نفسي لو اشوف مكان زي كده. طيب هفكر كده، استنى. انا برضو لسه الموضوع يرجع ان انا اشوف لمامتكم، بس انا هقول لها وهشوف هي هتوافق ولا لا. لكن في الوقت الحالي انا موافق جدا. ممكن كمان لو عايزين بقى قبل ما نتغدى نبقى نروح، بس انا شايف الاحسن هو يكون بكره عشان نكون جهزنا حاجتنا. خلاص انا هقول لمامتكم، ولو كده بكره او من النهارده يعني هنجهز شنط السفر وكده، ولو كده هنسافر. ايه رايكم؟ يس هنروح المدينة الثلجية، هنروح المدينة الثلجية، ياي.